أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي من موقع الوطن سبورت. النهاردة الجمعة 1 يناير 2021. الأهلي بيبحث عن استعادة صدارة الدوري أمام وادي دجلة. يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في 7:30 مساء اليوم الجمعة نظيره فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب الأهلي والسلام. ويبحث الأهلي في مباراة اليوم عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة للعودة لصدارة بطولة الدوري الممتاز اللي خطفوا منه فريق الجونة بعد فوز الأخير على مصر المقاصة. الأهلي بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري. 12 لاعب خارج قائمة الأهلي أمام وادي دجلة. بيغيب عن المارد الأحمر في مباراة اليوم 12 لاعب دفعة واحدة بسبب فيروس كورونا والإصابات المختلفة، حيث يغيب كل من كريم نيدفيد وجونيور أجاييه وناصر ماهر وجيرالدو داكوستا وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابات المختلفة، بجانب عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة التي خضعوا لها أمس الخميس إيجابية حالتهم. موسيماني بيستعين ب5 ناشئين. اختار موسيماني قائمة اللاعبين لمواجهة فريق وادي دجلة، واستعان المدير الفني ب5 ناشئين لسد الغيابات الموجودة في الفريق. وتضم قائمة الأهلي لمباراة اليوم كلا من: في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. في خط الدفاع أيمن أشرف وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكم وياسر إبراهيم وبدر بنون ومحمد شكري وعلي معلول. في خط الوسط وليد سليمان وحمدي فتحي وحسين الشحات وإليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وعربي بدر وعبد الرحمن مانو. في خط الهجوم محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بواليا يطيح بأحمد ياسر ريان من الأهلي والأخير بيهرب بسبب الأولمبياد. أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع الزامبي والتر بواليا لمدة 4 سنوات قادما من فريق الجونة لدعم خط هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإعارة السنغالي إليو بادجي لعدم الحاجة له مع الفريق في الموسم الجديد. وغادر بادجي إلى تركيا لإنهاء تعاقده الرسمي مع فريق أنقرة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وبعد انضمام والتر بواليا إلى هجوم الأهلي في ظل وجود مروان محسن بجانب محمد شريف اللي بيجيد اللعب في مركز راس الحربة، أصبحت الأمور صعبة للغاية على أحمد ياسر ريان للبقاء في القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ندرة مشاركته. ظهور ضعيف لأحمد ياسر ريان مع الأهلي في 4 مباريات. بالنظر للمباريات اللي خاضها الأهلي في الموسم الجديد، وهي 4 مباريات بواقع 3 مباريات في الدوري الممتاز أمام المقصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وفي دوري أبطال إفريقيا أمام سوناديب بطل النيجر، نجد أن مشاركات أحمد ياسر ريان العائد من فترة الإعارة لم تتعدى دقائق معدودة، علما بأن مروان محسن غاب عن الأهلي في 3 مباريات بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها في الركبة. قاد محمد شريف هجوم الأهلي في المباريات ال4 الماضية، وكان اعتماد المدير الفني بيتسو موسيماني عليه لقيادة هجوم الأهلي، في حين إن أحمد ياسر ريان لم يشارك سوى في 18 دقيقة مع الفريق، حيث شارك كبديل في مباراتين أمام سوناديب لمدة 11 دقيقة، وظهر في مباراة غزل المحلة في 7 دقائق فقط ولم يصنع أو يسجل أي أهداف. الأولمبياد بيجبر أحمد ياسر ريان على الرحيل من الأهلي. بات الأقرب أن يغادر أحمد ياسر ريان القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والرحيل لأحد الأندية
لضمان اللعب بشكل أساسي بعد تعاقد الأهلي مع والتر بواليا، خاصة وإن المهاجم الدولي يبحث عن المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة الحالية قبل خوض أولمبياد طوكيو الذي يقام الصيف القادم. ووجوده في الأهلي دون مشاركة سيقضي على فرصة الانضمام لقائمة الفراعنة في الأولمبياد. وعاد أحمد ياسر ريان للأهلي مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته مع فريق الجونة بناء على رغبة المدير الفني الجنوب إفريقي باتسو موسيماني. تشكيل اضطراري للأهلي ضد وادي دجلة في غياب 12 لاعب. استقر الجنوب إفريقي باتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل المتوقع به خوض مباراة وادي دجلة المقررة في 7:30 مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. وبات مشاركة أحمد رمضان بيكم إجباريا في مركز الظهير الأيمن بعد غياب محمد هاني المستبعد من القائمة لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت المسحة الخاصة بالمباراة إيجابية حالته مع 6 لاعبين آخرين. كورونا بيضرب الأهلي بالسبعة. يغيب عن الأهلي لمباراة اليوم 12 لاعب بين الإصابة بفيروس كورونا والإصابات المختلفة، حيث يغيب السباعي رامي ربيعة ومروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وأكرم توفيق للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب الخماسي النيجيري جونيور أجاييه وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجيرالدو داكوستا وكريم ندفد للإصابات المختلفة. وفي ظل الغيابات الكثيرة الموجودة في الفريق، يتوقع أن يخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بتشكيل اضطراري مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، في خط الدفاع أيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكم وبدر بنون، في خط الوسط إليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمد شريف، وفي خط الهجوم صلاح محسن. 5 خيارات هجومية أمام موسيماني بعد التعاقد مع والتر بواليا. أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع الزامبي والتر بواليا فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، حيث يمتلك المارد الأحمر 5 مهاجمين في خط المقدمة بالإضافة لتواجد جونيور أجاييه ومحمود كهربا، حيث يجيد كل منهم اللعب في مركز المهاجم الصريح، ما يوفر العديد من الخيارات في الخط الهجومي لصالح الأهلي. وسيفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين المهاجمين على حسب طريقة اللعب وحاجة الفريق إلى خدمات أي منهم طبقا للمباريات. محمد شريف. تألق محمد شريف في مركز المهاجم مع الأهلي، مما يجعل موسيماني المدير الفني للأهلي في حيرة من أمره بشأن تحديد المهاجم الأساسي للمارد الأحمر في الفترة القادمة. وكان محمد شريف ثاني هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 14 هدف منهم ركلتي جزاء، خلف عبد الله السعيد هداف الدوري المصري برصيد 17 هدف منهم 6 ركلات جزاء. ووجد الأهلي ضلته في محمد شريف كمهاجم، حيث قدم موسما جيدا حتى الآن في مركز المهاجم بتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات بالاشتراك مع محمود كهربا جناح الفريق. ويمتاز محمد شريف بالسرعة الفائقة والقدرة على اللعب في المساحات وقدرته على اللعب بالقدمين بشكل رائع، ويتمتع بقدرته إلى تحويل الفرص إلى أهداف من أقل فرص ممكنة. والتر بواليا. بات الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي منذ يناير الحالي، ويسعى الزامبي لحجز مكان أساسي على حساب محمد شريف مهاجم الأهلي الأساسي في الوقت الحالي. وسجل بواليا 13 هدف وصنع هدف وحيد. ووفق لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون سبورت، سجل بواليا 13 هدف في الموسم الماضي، وكانت الأهداف المتوقعة 15 و95%، فيما سدد 60 تسديدة على المرمى منهم 23 بين القائمين والعارضة، وسجل 5 أهداف بالراس و5 بالقدم اليسرى، فيما سجل 3 أهداف فقط بالقدم اليمنى. ويمتاز بواليا بقدرته على اللعب بكلتا القدمين،
واللعب في المساحات الضيقة مع ضغط المدافعين، ويجيد اللعب في المساحات خلف خط الدفاع، كما يجيد الضربات الرأسية. مروان محسن. يعد مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي قبل عودة محمد شريف من الإعارة، ورغم الانتقادات التي توجه لمروان إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني لم يتخلى عنه، وسجل مروان محسن 9 أهداف في 38 مباراة وصنع 3 آخرين. ويعاني مروان محسن مهاجم الأهلي منذ الإصابة مع منتخب مصر، ويسعى لاستعادة بريقه داخل المستطيل الأخضر. صلاح محسن. عاد صلاح محسن من الإعارة للنادي الأهلي بعد طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، ولم يسجل صلاح حتى الآن أي هدف مع النادي الأهلي في الموسم الجديد. وظهر صلاح محسن بشكل طيب الموسم الماضي مع فريق سموحة، حيث سجل إجمالا 8 أهداف في الدوري الممتاز من أصل 20 مباراة، وقدم تمريرتين حاسمتين. ويمتاز صلاح محسن بالقدرة على المراوغة واللعب في المساحات، ويسعى لإثبات نفسه لحجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. أحمد ياسر ريان. عاد أحمد ياسر ريان من الإعارة إلى النادي الأهلي من فريق الجونة، وقدم أداء طيب مع الفريق، وسجل 6 أهداف في 29 مباراة وصنع هدفين. ولم يشارك أحمد ياسر ريان مع الأهلي سوى 18 دقيقة، ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.